السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ بصراحة حبيت استغل البحر والجو الجميل ده واطلع اجاوب لكم على سؤال ناس كتير قوي بتسألني عليه بخصوص العربيات الكهرباء في مصر. فانا خالد البيومي من البيومي اوتوموتيف. يلا بينا. طيب تعالى كده واحدة واحدة نبدأ مع بعض. يعني ايه اصلا عربيات كهرباء؟ احنا كنا عارفين في العربيات اللي هي الانترنال كومبشن، اللي هي العربيات الاحتراق الداخلي او المواتير الاحتراق الداخلي، بتبقى عبارة عن منظومة موتور بيدخل فيها هواء وبنزين، بيعملوا خليط مع بعض، بيتشكل عليهم ضغط وبيحترقوا وبيكون طاقة او بيطلع طاقة والعربية بتمشي. طيب ايه اللي بيحصل بقى، او ايه هي عربيات الكهرباء او منظومة الكهرباء؟ خلينا بس عارفين ان العربية الكهرباء ممكن تبقى موتورين او موتور واحد. طيب العربيات اللي هي الموتورين بيبقى موتور قدام وموتور تاني على الاكسل الخلفي او المحور الخلفي بتاع العجلات. طيب ايه هو العربيات الكهرباء اللي فيها موتور واحد؟ غالبا اللي هي العربيات اللي بتبقى اقتصادية او موجودة في الشوارع، لكن اللي فيها موتورين دي بتبقى عربيات مايلة ناحية الرياضية شوية، لكن الاساس كله واحد. طيب اتفقنا ان العربيه كهرباء بيبقى فيها موتور او موتورين. الموتور ده كهرباء بيبقى متوصل ببطاريات كبيره جدا وكتيره موجوده في بطن العربيه من تحت. طيب هيجي حد يقول لي ليه هي موجوده في بطن العربيه من تحت؟ علشان خاطر تبقى عامله ثبات وبالانس في العربيه، وعامله حاجه اسمها مركز ثقل. عشان ما نخشش في تعقيدات كتير، مركز الثقل ده بيبقى موجود، نقطه موجوده في قلب بطن العربيه. النقطه دي بيكون عندها نسبه ثبات عاليه جدا، فده السبب اللي خلى مهندسين العربيات يخلوا البطاريات في بطن العربية من تحت، تبقى البطاريات موجودة في أقرب نقطة ملامسة للأرض. طيب احنا كده عرفنا العربيات الكهرباء بتتكون من ايه، او فكرة عمل العربيات الكهرباء او المكونين الأساسيين للعربيات الكهرباء. طيب ليه برضو العربيات الكهرباء ما انتشرتش في مصر زي ما بنشوف في دول الخليج؟ في شوية أسباب وشوية عوامل مخليها إن العربيات الكهرباء لسه ما انتشرتش في مصر. من وجهة نظري أول عامل الانفراستراكشر، اللي هي البنية التحتية للعربيات الكهرباء. طيب ايه البنية التحتية اللي انا محتاجها علشان العربيات الكهرباء تنتشر في مصر؟ ان يبقى في محطات شحن كهرباء للعربيات او سبوتات تشحن فيها العربية الكهرباء بتاعتك، تبقى منتشرة جدا. تمام، هو دلوقتي في ابلكيشن بيبقى موجود على الموبايل تقدر تحمله وتعرف السبوت دي فاضية شحن سريع ولا شحن عادي اي سي ولا دي سي، وبتروح له. طيب انا بقى عشان اروح من مكاني للمكان البعيد اللي فيه السبوت الفاضية دي، انا ممكن في اللحظة دي تلاقي عربية دخلت وبتشحن. فهي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، السبوتات اللي بتشحن فيها العربيات قليلة جدا. طيب ممكن حد يجي يقول لي طب ما أنا هشحن العربية في البيت عندنا. حلو، خلينا بس متفقين إن متوسط أو افريج الوقت اللي بتاخده بطارية أي عربية لو شحن بيت من 6 ساعات ل8 ساعات، فده وقت كبير جدا. طيب لو شحن سريع هيكمل أكتر وقت ممكن شفته في عربية كان حوالي ساعة عشان توصل العربية من 20% ل80%. فاعتقد ده وقت حلو جدا بالنسبه لشحن سريع. فانت عشان تجيب الشحن السريع او تجيب الشاحن اللي بيشحن العربيه سريع في البيت عندك هيكلفك تكلفه كبيره جدا، على عكس ان انت تروح سبوت او محطه شحن تشحن فيها العربيه. فبصراحه شايف ان الموضوع ده هياخد شويه وقت مع بال ما يبقى فيه محطات شحن كتير بحيث تكفي العربيات الكهرباء اللي ممكن تيجي. تاني سبب او تاني عامل من وجهة نظري مخلي برضو العربيات الكهرباء لسه ما انتشرتش قوي، ان مفيش الايد الفني او العامل الفني اللي لما العربية يحصل لها حاجة يقدر يشتغل فيها. بمعنى ايه؟ احنا اللي طبعا لسه قايل ان العربيات الكهرباء دي عبارة عن موتور كهرباء متوصل ببطارية. اي بطارية بيبقى فيها موجب وسالب. الارض، يعني خلينا في نقطة الارض دي، الكابل الارضي ده بيبقى متوصل ببدن العربية. فاحنا لما بنروح بالعربيه اللي هي العربيه بتاعتنا عادي، نروح للراجل عشان يصلح حاجه في الصاج بتاعها، بيفصل الكابل بتاع البطاريه ويبدا يلحم او يبدا يديها ضغط عالي في الصاج مثلا عشان يستعدل حاجه او يرد حاجه. طيب العربيه الكهرباء بقى النقطه دي ما ينفعش معاها نهائي، ما ينفعش يقرب منها لحام، ما ينفعش يقرب منها اي ضغط عالي علشان يرد صاج او يعدل صاج. طيب ليه؟ انا لسه قايل ان اي بطاريه او اي كهرباء بتبقى متوصله بحاجه اسمها ارضي. فكم البطاريات اللي موجوده في بطن العربيه دي متوصله بالبدن بتاع العربيه، فاي ضغط عالي او اي لحام بيلمس الصاج ممكن يخلي البطاريات كلها تنفجر وتولع. فهي دي تاني مصيبه موجوده او تاني عامل انا من وجهة نظري شايفه مهم جدا
برضو مش موجود، مخلي عربية الكهرباء لسه قليلة. نقطة العامل الفني اللي هيشتغل او المهندس الفني اللي هيشتغل في العربية دي. حد هيجي يسألني بقى يقول لي طيب العربيات الكهرباء دي ليها عيوب او ليها اعطال؟ اي حاجة ليها عمر افتراضي وليها اعطال. طيب ايه هي الاعطال بتاع العربيات الكهرباء؟ ممكن البطاريات تبوظ، ممكن يحصل لها عطل مفاجئ، وزي ما بنشوف في حالات اليومين دول العربيات بطاريتها بتنفجر لاسباب غير معلومة. فده ممكن يكون السبب الوحيد او العطل الوحيد اللي شايفه ممكن يبقى موجود في العربيات الكهرباء. وبس كده، ده من وجهة نظري الاسباب او العوامل اللي مخليه العربيات الكهرباء لسه ما شفناش كتير في مصر، ولسه ما انتشرتش كتير في مصر. لو حد شايف ان في اسباب تانية او في عوامل تانية ياريت يكتب لي تحت في الكومنتات. متنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك او محتوى القناة عجبك بشكل عام. متنساش برضو تعمل فولو على الانستجرام عشان تتابع كل جديد. الف شكر يا باشوات على المتابعة. السلام عليكم.